السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. بصوا بقى، كل واحدة كده قمرة تجيب معاها كراسة او اجندة اي حاجة ومشروبها المفضل، وتيجي كده تقعد معايا قعدة حلوة. هنعمل بقى ايه؟ احنا هنعمل منيو اقتصادي لشهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ربنا يجعله يا رب كده عام سعيد عليكم، وان شاء الله يا رب يكون شهر كريم ومليان خير وبركة عليكم، وربنا يا رب يزيح الغمة اللي احنا فيها دي. عايزه اقول لكم انا قعدت فكرت كتير. بصوا، الفتره اللي فاتت دي، الاسبوعين اللي فاتوا، كانت في كميه فيديوهات نازله على اليوتيوب بجد فظيعه. اللي هي بقى ايه؟ من كيلو لحمه مفرومه انا عملت 4 كيلو لحمه. من كيلو مثلا بانيه عملت 50 قطعة كفتة. حاجات كتير. بصوا، يعني انا واحده من الناس كان بيجي لي فضول ان انا اخش واتفرج على الفيديوهات دي. طبعا يعني هو مش عيب ان احنا نقتصد، ومش عيب ان احنا ندور ونحاول ان احنا نوفر. احنا دلوقتي الظروف بقت صعبة جدا. رمضان السنة دي غير اي سنة، بقت الاسعار يعني فوق الخيال زي ما بيقولوا. بس احنا برضو بقدر الامكان احنا عايزين اطفالنا ما يحسوش بالفرق الرهيب ده. مش عايزين برضو الى حد ما ان احنا نحرمهم او ان احنا نقصر معاهم، اللي هم هيبقوا طبعا احنا في دراسة وفي صيام وهيخرجوا وهيروحوا دروس. فمش عايزين نحسسهم ان لا، انتوا طول اليوم صايمين عن الاكل، وكمان مش هتلاقوا اكلة او فطار الى حد ما ادمي وحلو ومرضي. احنا نحاول نفكر نعمل حاجات ايجابية، نعمل حاجات كويسة. يعني عايزه اقول لكم في قناه اسمها ليدي لوما. بجد ست محترمه جدا جدا جدا. الست دي جربت الوصفات اللي هي من كيلو مفرومه عملت 4 كيلو لحمه. جربت الحاجات دي وطلعت اتكلمت انها كل الحاجات دي اترمت في الزباله. يعني غير ان هي ما طلعتش ناجحه، هي خسرت كمان كيلو اللحمه اللي هي جابته. طب انا ليه اعمل كده؟ انا عندي لو جبت نص كيلو لحمه مفرومه وعملت منه وجبه حلوه، ان شاء الله حتى لو رب عطيت لي ابني قطعتين بس كفته، بس اخد قطعتين حلوين فعلا هيغذوه، وفعلا يعني هيشبعوه، هيبقوا مرضيين بالنسبه له، افضل من ان انا اروح اجيب الكيلو لحمه عشان اعمله 4 كيلو ويبقى انا خسرت كيلو وخسرت ال 4 كيلو. احنا عايزين نكون ايجابيين زي ما قلنا يا جماعه، وهنفضل طول عمرنا هنقول احنا بنفتح القناه دي مش مجرد ان احنا بنرمي فيديوهات. احنا بنفتح القناه دي انا بستفاد وانتوا بتستفادوا. انا بخش واتفرج على فيديوهات كتير، وبخش اشوف قنوات كتير وباخد منها افكار، وده مش عيب. بس يعني العيب والحرام ان انا اديكي فكره تاذيكي، او اديكي فكره تضرك، او اديكي حاجه هتخسري بيها بالحاجه اللي انت جبتيها. ان انا اروح اقول لك تعالي اعملي 4 كيلو لحمه من كيلو مفروم، وفي الاخر تخسري الكيلو بتاعك ويبقى عرفتي تعملي كده ولا كده. لا، انا اعمل لك وجبه من نص كيلو لحمه، من ربع كيلو لحمه، بس هتبقى وجبه حلوه، وجبه محترمه، وجبه مشبعه ومرضيه في نفس الوقت. تمام. مش عايزين نطول في الكلام بتاعنا علشان الفيديو اصلا هيبقى طويل، لان فيه تفاصيل كتير انا عايزاكم تعرفوها. بص معلش، عشان احنا دلوقتي الساعه 6 الصبح، فانا ما اقدرش ابتدي كده لما لازم اشرب معايا كوبايه قهوه. المهم يلا بقى هنجيب كده عشان ما نطولش، نجيب كراسة اجندة اي حاجة، وهنعمل فيها منيو اقتصادي لشهر رمضان بإذن الله. انا هبتدي باول اسبوع، ومش هنكتفي بس بالفطار، هنعمل فطار وسحور كمان. بس انا دلوقتي حاليا يعني جهزت الفطار. ان شاء الله انا لو لقيت الفيديو ده جاب اقبال وجاب لايكات، للامانه يا جماعه، لان فعلا بجد شيء مرهق جدا لما تقعدي تفكري هتعملي اول يوم ايه، تاني يوم ايه، تالت يوم ايه، وتلاقي الفيديو ما بيجيبش مشاهده، ما فيش لايكات، واللي بتخش تتفرج دقيقه او كام ثانيه وتكتب لك كومنت وتطلع. حرام. انت بتضيعي مجهودي وانت ما بتستفيديش. يعني انت غير ان انت كده كده استخدمتي النت بتاعك، فانت مش هتستفادي. يعني ان انت تخشي مجرد داخله وتكتبي كومنت وتطلعي على طول، انت كده ما استفدتيش بحاجه. انا بقدم لك فيديو عشان تستفيدي منه، عشان تاخدي منه افكار. انا عندي ناس كتير للامانه مخلصه معايا جدا وبيتفرجوا عندي مشاهده كامله، ربنا يا رب يجازيهم كل خير ويكرمهم من حيث لا يحتسب ولا يدروا. بصوا، بجد احنا بنساعد بعض. انتوا بتساعدوني وانا كمان بساعدكم. انا بقدم لكم الافكار اللي عندي، وكل واحده الافكار دي مناسبه ليها بتعملها.
انا هقدم لكم منيو، وطبعا مش شرط ان انت تمشي عليه بنفس الحذافير بتاعته. انت ممكن بقى بشطارتك هتغيري، هتضيفي حاجه، هتشيلي حاجه، تستغني عن حاجه، تبدلي حاجه مكان حاجه، انت وشطارتك. تمام، انا بس هدي افكار واحنا هنمشي عليها. نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وفي نفس الوقت يا جماعه، انا عشان ما تضطروش انتوا تعيدوا وتزيدوا في الفيديو كذا مره عشان تشوفوا حاجه، انا كل اللي انا هقوله لكم دلوقتي الايام اللي احنا هنتكلم عنها دي انا هكتبها لكم ان شاء الله باذن الله في صندوق الوصف، علشان لو حبيتوا تخشوا على صندوق الوصف هتلاقوا يوم بيوم باذن الله مكتوب. تمام، بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنقول بقى منيو اقتصادي اول اسبوع لشهر رمضان. عامه احنا هنبتدي اول يوم، بحاول يعني نحاول بقدر الامكان اول يوم رمضان ده يبقى اليوم الفري بتاعنا، اللي هو ايه، خلاص اول فرحه، اول فرحه لاولادنا. عايزين نعمل لهم بقى ايه، وجبه لذيذه، ان احنا نكافئهم على صيام اول يوم رمضان. تمام. في ناس ممكن هتدخل وتقول لي هو رمضان مش اكل، انا عارفه ان رمضان مش اكل، رمضان عباده، بس انا برضو احنا معانا اطفال صغيره، على دي عايزين نحسسهم بمكافاه اليوم الصيام اللي هم صاموه بايه، بحاجه حلوه هم بيحبوها، باكله حلوه هم حابينها. فهنبتدي اول يوم رمضان ده، طبعا هيبقى لحوم بقى على حسب مقدرتك، اللي حابه تجيب لحمه، اللي حابه تجيب فراخ، حابه تجيب بط، حابه تجيب حمام، انتوا مقدرتك. يعني انا كوفاء كاول يوم رمضان، انا جوزي موظف، يعني هو بيقبض مره واحده في الشهر اللي هو اول الشهر، فما بالكم بقى في الاسعار دي والدنيا دي، احنا بنيجي يوم نص الشهر كده الحمد لله، اللهم بارك يعني، وربنا يزيد من عنده يا رب. احنا بنبتدي بقى ايه، نعيش النص التاني على الخزين اللي انا ببقى مخزناه من اول من المصروف بتاعي. فانا عملت ايه، اول ما جوزي قبض اتفقنا ان احنا اول اسبوع في رمضان نشيل ده فلوسه على جنب، وخصوصا اول يوم رمضان، لان انا زوجي شغال في محافظه تانية، انا من اسكندريه وهو شغال في محافظه تانية، فما بيجيلناش على طول، يعني بيجيلنا ممكن ايه مرتين في الشهر او 3 مرات في الشهر، فهو مش هيفضل يعني رمضان كله ممكن يفطر معانا 3 مرات. فانا عملت ايه، فانا قلت لا، اول يوم رمضان ده يبقى يوم التوب بتاعي، اللي هو انا هعمل بط وحمام. طب ليه بط وحمام، ما هو كتير، انت كده مش بتوفري ولا اقتصادي، انا معاكم، بس انا عامله بط وحمام لان احنا كاسره احنا 6 افراد، انا وزوجي واولادي ال3 وحماتي. عاملين ايه، احنا مقسومين نصين، نص عايز ياكل بط ونص عايز ياكل حمام. طيب انا هعمل بط وحمام بس انا مش هحط كله، انا هعمل ده، يعني معلش انا اسفه عشان الاستاذ شيتوس مزعج، عايزني اقعد العب معاه. بصوا، انا البط والحمام انا هعمل بط وحمام بس انا مش هعمله كله، هدي كل واحد الجزء اللي هو حبه، والباقي هيتشال لوقت تاني، هيتسرتش ويتشال في وقت تاني. دي حاجه. الحاجه التانية، هنبتدي زي ما اتفقنا اول يوم رمضان باذن الله هيكون معانا، هنجيب مثلا لو نفترض هنجيب فراخ، طبعا انا هديكوا وجبات تكفي 5 ل6 افراد. تمام، طبعا حضرتك بقى هتقدري انت تكيفي نفسك على عدد اسرتك. طيب هنفترض انا امكانياتي انا عايزه فرخه، انا 5 افراد بس انا عايزه فرخه، هقول لك هتجيبي الفرخه، بس هسيبها بقى ايه مليانه شويه، يعني تعدي 2 كيلو 2 كيلو 200 جرام. هتعملي ايه، هتخلي الوركين زي ما هما والصدر تقطعيه على 4. تمام كده انت بقى عندك 6 قطع. طيب وهتعملي بقى ايه، بصي الفراخ بقى دي انت هتعمليها بالطريقه اللي انت حباها، حابه تسلقيها مثلا بعد كده تتحمر عادي وتعملي من معاها شوربه لسان عصفور وخضار ورز، تمام. حابه تحطيها في كيس حراري بشويه تتبيله وبهارات وخضار سوتيه معاها في قلب الكيس، تمام. حابه تقطعي عليها طماطم وبصل ترشات والتتبيله بتاعتها، ده زي ما انت حابه، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، كاري، كركم، الحاجات دي، وتدعك مع الطماطم والبصل وتتقلب مع الفراخ وتخش في الفرن تتشوى. الطريقه اللي حضرتك حباها تعملي بيها الفراخ دي مفتوحه معاكي، مفيش مشكله. طيب احنا هنتفق ان احنا اول يوم هنجيب فرخه تكون كبيره شويه، وهنخلي الوركين زي ما هم والصدر يتقطع على 4 كده، دي بقت 6 قطع، يعني ممكن لو 6 افراد فرخه هتكفي 6 افراد. طيب هنعملها بقى زي ما اتفقنا بالطريقه اللي احنا حابينها، تمام. وهنعمل بقى ايه معاها، اي نوع خضار انت حباه، اي نوع متوفر عندك، لوبيا، فاصوليا، بسله، قلقاس، سبانخ، لو مخزنه ملوخيه، باميه، اي نوع انت حباه تعمليه اعمليه، مفيش مشكله. خلاص يبقى احنا اتفقنا فراخ وخضار. وهنعمل بقى ايه، لو هتعملي شوربه يبقى فيه لسان عصفور معاها،
وبعدين هنعمل رز بالشعريه. بالنسبه للحلو هنعمل كنافه، وهنستبدل بقى السنه دي يا جماعه، ننسى موضوع المكسرات ده خالص. هنستبدله بايه؟ بالسوداني. مفيش مكسرات، احنا السنه دي احنا عاملين اضراب على المكسرات. شويه جوز هند مع شويه سوداني. بلاش تحط زبيب، لان الكنافه الزبيب في الكنافه في الفرن بينشف ويدي مراره، مش هيبقى حلو. هو بس يا دوبك شويه سوداني كسريهم كده مع شويه جوز هند، قلبيهم مع بعض. ولو لو بتحبي القرفه، رشه قرفه عليهم وتعملي احلى صينيه كنافه. تمام. واي نوع مشروب مفضل عندك. طبعا احنا عندنا التوب، عندنا العرقسوس ده اساسي. فانت اي حاجه عندك حابه تعمليها من المشروبات اعمليها. ده اول يوم زي ما اتفقنا. هكتب لكم كل يوم يعني بتفاصيله في صندوق الوصف، مش عايزاكم تقلقوا. طيب تاني يوم رمضان. تاني يوم رمضان بقى هيبقى بواقي اول يوم رمضان. بقى ايه بقى مننا؟ حته قطع الفرخه، بقى مننا شويه رز، شويه خضار. الحاجات دي ممكن نزود معاها شويه سلطه خضراء او بطاطس محمره او شويه مخلل. والكنافه طبعا متبقيه من قبليها برضو، هيبقى ده تاني يوم للحلو. واي نوع برضو مشروب. يبقى احنا اتفقنا تاني يوم هيبقى بواقي اول يوم رمضان. طيب هنيجي بعد كده تالت يوم رمضان. بص بقى، تالت يوم رمضان ممكن نجيب ايه بقى؟ هنقول لو احنا 5 افراد 6 افراد، احنا هنعمل لكل واحد سمكه. احنا مش عايزين نجيب كميات باسعار غاليه، فهي سمكه حلوه وسط كده، يعني على قد كف الايد. يعني مثلا لو كيلو 5 سمكات حلو تمام. لو 4 سمكات تبقى السمكه كبيره، يبقى كيلو وربع تمام. هنجيب سمك، هيبقى سمك مقلي مثلا مع رز الصياديه لو بتحبيه. مش بتحبي الرز الصياديه استبدليه بالرز الابيض. ومعاه بابا غنوج و او مثلا فلفل بالصلصه بدل بابا غنوج، وسلطه خضراء والمشروب. تمام. حلو كده. ده ايه؟ تالت يوم. طيب رابع يوم هنعمل ايه؟ رابع يوم يا ستي بقى كشري اللي هو الاسكندراني اللي هو بالعدس الاصفر. طب انا ما بحبش الكشري الاسكندراني، اعملي كشري مصري، مفيش مشكله. تمام. معاه ايه بقى؟ بيض مسلوق ومعاه سلطه خضراء وبطاطس محمره. وهنعمل بقى ايه الحلو اليوم ده؟ هنعمل قطايف، وهنعمل اي نوع برضو ايه مشروب احنا حابينه. تمام. طيب خامس يوم رمضان بقى. بصوا بقى، خامس يوم رمضان ده هنجيب كبد فراخ الكيلو ب100 جنيه. احنا نجيب نص كيلو هتكفي 6 افراد. الوجبات دي ل6 او 5 افراد. انت هتجيبي الوجبه اللي بتمشي معاكي. نص كيلو كبده بتاعت فراخ هنقطعها، يعني ممكن الكبده نقسمها على 3 قطع. تمام. هنقطعها ونتبلها بقى. التتبيله بتاعتها عباره عن ايه؟ بصوا بقى في الخلاط او الكبه، فلفل اخضر اللهم صل على النبي، فلفل اخضر ومعاه كزبره او بقدونس وقرن فلفل احمر كده يكون حامي لو بتحبي الحاجه سبايسي، وتوم يعني راس توم كده حلوه. اضربي كل ده في الكبه، وبعدين بتقلبيهم على الكبده. يعني تحطي الكبده طبعا هتتغسل الاول بالملح والخل، وطاسه كده فيها شويه زيت كتير، وتحطي الكبده وتنزلي معاها بالتتبيله دي وتشوحيها بقى على النار زي الكبده العاديه اللي احنا بنعملها. تمام. ومعاها بقى شويه مكرونه بالصلصه، ومعاها مثلا سلطه طحينه او سلطه خضراء، اي نوع سلطه انتي حباه. وطبعا المشروب بتاعنا. تمام. انا وجبه الفراخ دي انا هعملها لكم ان شاء الله وهصورها لكم قبل رمضان عشان تعرفوا الطريقه بتاعتها. خلاص كده يبقى احنا ايه كده اتفقنا على خامس يوم رمضان. طيب سادس يوم رمضان بقى هنعمل ايه؟ هنعمل صينيه بطاطس بالاجنحه. انا كنت عاملاها عندي على القناه وكانت رهيبه، كانت حلوه جدا. هنجيب مثلا، هنعمل حسابنا مثلا، هنعمل يعني انا اسري 5 افراد. هنقول انا هعمل كل حسابي كل فرد جناحين. تمام. هنشيل الضفر اللي هو بتاع الجناح ده ونخلي بقيه الجناح. وطبعا محلول النقع بتاعنا الملح والسكر وشويه خل وشويه ليمون، وتنقعي فيهم الاجنحه وتغسليها كويس وتعمليها مع احلى صينيه بطاطس. انا ممكن ابقى احط لكم الرابط بتاع صينيه البطاطس دي في صندوق الوصف برضو لو حبيتوا ترجعوا لها وتشوفوها، كانت تحفه وممتازه. يبقى ايه؟ صينيه بطاطس مع اجنحه. تمام. ورز بالشعريه وشويه مخلل جنبيها. هنعمل بقى ايه هنا الحلو بتاعنا؟ هنعمل بلح شام اقتصادي. يعني ايه اقتصادي؟ اللي هو من غير بيض. وبرده هعمله لكم ان شاء الله عشان تعرفوا الطريقه بتاعته. هنعمل بلح شام اقتصادي من غير بيض مع اي مشروب. مع اي مشروب انت برضو بتفضليه. انا مش عايزه احدد نوع المشروب، لان في ناس، مش كل الناس زي بعضها. في ناس تحب العرقسوس، في ناس تحب الخروف، في ناس تحب العناب. يعني على حسب ما انت حابه. تمام. المشروب ده راجع ليكي.
تمام. يبقى احنا كده خلاص خلصنا سادس يوم رمضان. هنرجع بقى ايه 7 يوم باذن الله رمضان. هنعمل ايه بقى 7 يوم رمضان؟ هنعمل صينيه مسقعه من غير لحمه. صينيه المسقعه بتاعتنا العاديه اللي هي ايه بقى، شويه بتنجان مع شويه فلفل مع شويه بطاطس، كل ده هيتحمر وهننزل عليهم بالصلصه بتاعتنا في الفرن. ممكن بقى لو حابه تاكليها مع رز تمام، عايزه تاكليها بالعيش مفيش مشكله. هيبقى ومعاه شويه مخلل او خضره، اي نوع خضره انت حباها، خس، جرجير، بصل اخضر. بس انا يعني مش مستحب البصل الاخضر لسبب احنا هنصلي بقى وصلاه تراويح وكده، فما يبقاش ريحه نفسنا في الصلاه ما يبقاش حلو. تمام. نستبعد البصل الاخضر ده عن شهر رمضان معلش يعني. تمام. فاحنا ايه صينيه مسقعه من غير لحمه اللي هي الاقتصاديه، وهنعمل معاها نحط معاها مخلل وناكلها بالعيش، او لو حابين رز معاها مفيش مشكله. والحلو بتاعنا هنعمل ايه بقى، لقمه القاضي او الزلبي. تمام. واي نوع مشروب بالنسبه لكم برضو مفضل. دي ال7 وجبات هكتبها لكم كلها بالتفاصيل في صندوق الوصف. اي وصفه حابين تعرفوا طريقتها اكتبوا لي في الكومنتات وانا هصورها لكم باذن الله واعملها لكم. ادعموني، عايزه لايكات كتير علشان ارفع لكم باذن الله تاني اسبوع من رمضان. وغير كده هعمل لكم كمان سحور اقتصادي ان شاء الله باذن الله، وافكار حلوه جدا 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 للناس اللي حابه وزنها ما يزيدش. هقدم لكم افكار حلوه قوي 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 للسحور، هتستفيدوا منها، هتبقى القيمه الغذائيه بتاعتها عاليه جدا وحلوه جدا. زي ما اتفقنا يا جماعه، قبل ما نعمل اي حاجه، اي وصفه نشوفها على الانترنت لازم نفكر كويس. الحاجه ما بقتش رخيصه عشان تبوظ مننا ونرميها، حرام. فكروا كويس، شوفوا الحاجه كويس، راجعوا الحاجه كويس. القناه اللي تحسوا ان انتوا بتستفيدوا منها حتى لو مش انا، اي حد تاني، خليكم معاه وتابعوه. احنا في وقت محتاجين لكل نصيحه، في وقت محتاجين لكل حاجه نستفيد بيها ونعمر بيها بيتنا باذن الله بالخير. عليكم بالاستغفار، عليكم بالتسبيح كتير، سبحوا ربنا كتير، استغفروه كتير، وصلوا على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام كتير. احنا في ايام دلوقتي حلوه جدا ومباركه. ارفعوا الدعاء كتير يا جماعه، ربنا يزيح عننا البلاء. وما ننساش اولادنا واولاد امه محمد من صالح دعائنا. وما تنسونيش في دعائكم، وما تنسوش اولادي في دعائكم. وربنا يا رب يجازيكم كل خير، وكل عام وانتم بالف خير، وربنا يدعي لكم يا رب بالخير والبركه. حبايب قلبي انا بحبكم جدا، بحبكم في الله، وربنا ييسر لكم كل خير. ادعموني كتير علشان انزل لكم تاني فيديو باذن الله لتاني اسبوع. وكل سنه وانتم طيبين. سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.